تعال اقول لك عملت ايه في اول رحله ليا لاوروبا. في البدايه اتحركت من البيت الساعه 11 ونص عشان الطياره كان ميعادها 5 وتلت، فقلت اروح بدري عشان المسافه بين المطار والبيت بعيده جدا. وصلت المطار وعديت الجوازات، وبعد كده دخلت صليت الظهر ورحت ادور على البوابه اللي هطير منها. بعد كده رجعت لللاونج عشان اقعد واشرب قهوتي قبل ما نتحرك. الساعه 4 سمعتهم بينادوا على طيارتي، لميت حاجتي واتحركت بسرعه على البوابه. بعد ما استنيت شويه قدام البوابه ابتدينا ندخل لممر السعاده، وكنت متحمس جدا جدا لان دي اول طياره ليا هروح بيها اوروبا. بعد ما ركبت الطياره واتحركنا بعت لاهلي ان انا في الطريق لان الطياره كان فيها واي فاي، وبعد شويه نزل الاكل واتغديت، وفضلت في الطياره حوالي 3 ساعات ونص من مطار القاهره لمطار فرانكفورت في المانيا. نمت شويه وصحيت قبل ما نوصل، ولما بصيت من الشباك شفت الاستاد بتاع نادي فرانكفورت اللي كان بيلعب فيه عمر مرموش. وصلت مطار فرانكفورت في المانيا، وده كان المطار رقم 9، ودي كانت الطياره رقم 13 في حياتي. الجو كان دافى جدا جوه المطار، بس كنت شامم ريحه السقعه والمطر، ورغم اني بكره الشتاء قوي بس كنت متحمس جدا. وصلت للجوازات وانا خايف جدا لاني سمعت من ناس كتير ان اول مره تدخل شنجن الضباط بيرخموا جدا على العرب. عديت الحمد لله بدون اي مشاكل، وكنت مستعجل عشان قدامي ساعه واحده ولازم اخد القطر من مدينه فرانكفورت لمدينه كولن. بس للاسف حصلت اول مشكله ما كنتش عامل حسابي عليها، هتلاقيني سايب لك فيديو عنها بالتفصيل على صفحتي. اخيرا وبعد معاناه وصلت للرصيف اللي كنت بدور عليه. ركبت القطر حوالي الساعه 10:05 واتحركنا لمدينه كولن اللي على بعد 180 كيلومتر. القطر كان تحفه جدا ومفيش اي دوشه لانه معزول من الصوت والهواء، لدرجه اني كنت فاكر ان احنا لسه واقفين على رصيف المحطه، بس بعد كده اكتشفت اننا اتحركنا من 10 دقائق وماشيين على سرعه 270 كيلومتر في الساعه. وصلت مدينه كولن الساعه 11 وخرجت من المحطه وكنت بردان جدا جدا. فضلت تقريبا ربع ساعه ادور على الترام اللي هركبه لغايه الفندق، لغايه ما لقيت المحطه تحت الارض. بعد 10 دقائق وصلت للمحطه اللي المفروض انزل فيها، بس الجو كان برد ومطره لدرجه ان صوابع ايدي ابتدت توجعني. الجي بي اس عملها معايا وما كنتش قادر احدد الاتجاه الصح، بس في الاخر الحمد لله وصلت للفندق، ومن كتر التعب ما قدرتش اصور حاجه تاني. هتلاقيني سايب لك فيديوهات اليوم لحظه بلحظه واللينكات في الديسكريبشن.